السلام عليكم. اليوم عندنا القصه ديال واحد السيده اللي وصلت انها تعطي السم لراجلها باش غير تبقى مع العاشق ديالها. بغيتو تعرفوا كيفاش؟ يلا سمعوا تابعوا القصه. واحد السيده كانت شابه وزوينه بزاف، الوالد ديالها قاصح وصعيب، ما كيخليها لا هاه ولا هاه، محسوبين الخطوات ديالها. شدات السيزيام وجلسات، مبقاتش كتمشي للمدرسه، عندها الزيار بزاف، فين مشيتي وفين جيتي مع ما خرجتي. السيده مبقاتش قادره على داكشي، جلسات في الدار كيجيو عندها صحاباتها مره وبعد المرات اللي خرجت مع امها ولا مشات معروضه عندها خوتها وباها واعرين فيها. واحد النهار باها قرر يدير الزليج للسطح، جا مول الزليج وجا معاه ولدو، واحد القزيقيس لابس ومقاد وعاطي العين. ايوا شافتو هي ما كذبات، والسيده معاه جالسه غير في الدار والزيار الحكام. ايوا صافي هذه همزه، قالت مع راسها هذه همزه ما خصهاش تفلت. اش ولات كدير؟ ما خلات الزرابي طلعاتو من السطح، ما خلات الصابون طلعاتو للسطح ونشراتو. نهار وما طال وهي كطلع للسطح وكتنزل، وتا داك المعلم تهلات فيه، كل مرة طلع عليه الصينية، ما خلات مخامر ما خلات ملاوي. المهم اليوم غدا تداروا علاقة بعضياتهم هي وداك الولد صاحبو. صافي ولات كتبغي السيد، طاحت فيه، خرجت معاه ودازت بيناتهم الايام، ومشات معاه وجات معاه، كاع الناس شافوها معاه، حتى وصل الحال شافها خوها معاه. عطاها قتله الاولى، قالت لهم انا ما غنتفرقش على داك السيد، واخا يكون اللي بغا يكون ما غاديش نتفرق معاه. دارت الهضره عند الجيران ودارت الهضره عند العائله، وباها مرضاش. خوتها كل مره كيتعرضوا ليها ويعطيوها العصا ويعطيوها قتله، هادشي وهينه غديري لينا؟ اويلي هذا اش غديري بيه؟ راه مازال خدام معايا مع باه. كتقول لهم بغيتو، يقول السيد ما موجدش راسو، ما عندو تاع شليله، اللي جابوه النهار كيديه الليل، ما فحالوش. صافي تلاقات مع واحد المره قال لها شوف راه غناخدك. قالت له كيفاش غتاخدني؟ راه والديا ما بغاوش وراه غتيعاودوا عليا قال لها انا غناخدك. المهم دار معاهم ومشى عندهم للدار. انا راه جيت طالب راغب. مرحبا وليدي، وشنو كدير؟ كنخدم مع با. ايوا دابا وليدي انت ما فحالكش، ولا سقينا في بنتنا، كلشي ولا كيهضر عليها. قالوا لي نوضه وليدي حنا ما عندناش بنات للزواج، نوصي الله يعاونك. لا وانا كذا وكذا. قال لي شوف نوصي في حالك. ناضت البنت بكات وغوتات وعيطات، ما خلاش شنو دارت. اويلي اش وقع؟ جرها باها عنده. شوفي قال لها راه ما نعطيكش لذاك الولد. با حيت ما عندوش، انا قابله معاه. بقات هي كتغوت، لا بابا حنا مفاهمين انا وياه، علاش؟ حيت ما عندوش، انا موافقه وباغا ناكل معاه غير الخبز والزيتون ماشي مشكل. المهم حيحات وغوتات ما خلات ما دارت. دازت الوقت والبنت مرضات وما ساتوش وما قطعتش علاقتها به. اش غيدير باها؟ عنده واحد صاحبو لاباس عليه وبدارو وخيرو خميرو، مشى عنده قال لي خويا فلان حنا صحابو خوت مشاركين الطعام، دابا راه ما كاين ما نخبي عليك، انا بغيت نطمئن على بنتي، ودابا ها انت انا غنعطيها لك بحوايجها. قال لي واش هي غتقبل؟ قال لي ماشي شغلك انت. السيده عيات تبكي وعيات تشكي وما خلات ما دارت وبغات تهرب ليهم. قال باها والله تتزوجي به. السيد ما خلى ما جاب، بغى غير يفرح بها. مطلق، ما عنده ولاد، موظف مع الدوله. باها بغى يقطع الهضره، بغى يقطع الفم، بغى يجوجها لصاحبه اللي ما عنده حتى مشكل، عنده دارو مفرشه وخاصو تا خير. وهي ما قطعتش علاقتها بالسيد اللي بغاتو، ما قطعتش علاقتها بهذا السيد اللي عشقات. تزوجات وما كانتش فرحانه بحال العرايس، كتبكي ودايره الحنه ودموعها على خدها. نهار ما طار وهي تهرنن، راحت لدارها جلسات ودازت الايام ودات مع وليد، وما كاينش الهضره بيناتهم. ولا ديك المحبه اللي كاينه بين الراجل وبين المراه ما كيخليه هو ما يدير معاها. ديك السيده جافه من جهته. مره كيمشي عند اختو كيشكي ليها، تيقول لها شوفي السيده محمقاني وعجباني، اللي لبساتها كتجي عليها، ولكن راه ما عطيانيش الراس. قالت لي اختو ايوا مسكينه انت راه صاحباها، وهي راه كتحترمك بحال الاب ديالها وتكبر عليها، وداكشي باش هي دابا كتجي شويه طايحه تدللك. قال لها ماشي مشكل، انا غير دير ليا اللي بغيت ماشي مشكل. ايوا السيده مره كتغفل الراجل ديالها وكتمشي عند السيد اللي مصاحبه معاه. طال بها الحال وطالت بها الايام. واحد النهار قال ليها طلقي منه يلا نهربوا. قالت لي كيفاش نهربوا؟ ايوا يا خويا نطلق منه وانت خدمتك نهار تخدم نهار تجلس، ونمشي نخدم عند والديا يدقوني وما لقى لا وياك فين نسكنوا؟ لا 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 لا, لا. عنده مانطو عنده دارو، شنو غيفهم معاه؟ هاد السيد خصو يموت. اولي على يموت؟ باغا تصيفطينا للحبس؟ لا غيموت بطريقه فنيه. ويلي انت باغا ديري لنا شي كارثه. اسكت وسمعني، ما غيكون والو، دنيا هانيه. يبقى اليوم غدا اليوم غدا، ومن بعد غيبدا يسخف من بعد يشد الركنه. مالو
ما مالو والو، ما وقع له والو، حتى واحد ما يعيق بينا. وشوف عقل الصغير وعقل الطيش اش قال ليها، وراسها سخون وسخونيه الراس كترجع. قالت ليه شوف، غادي تمشي عند شي عطار في شي بلاصه ما يعرفك ما تعرفو، ما تعرف عليه حتى شي حاجه، ما يعرف عليك حتى شي حاجه. ايوا قول ليه راه عندنا شي حشرات في الدار بغينا نديرو ليهم الدواء باش ما يبقاوش يتكاثروا وما بقاش يطوفوا لينا في الدار. السيد هكاك دار، مشى وجاب شي عشوب ولا ما نعرفش داك العجب اللي جاب، هو جابهم على اساس انهم غادي يتحطوا في الركاني ديال الدار باش ما يبقاش يتجمع البخوش. خدات السيده ديك الكميه وداتها في واحد القريعه وحطاتها في البلاكار تحتاني في الكوزينه. مره كتعطيه السيد، مره تديروا ليه في قهيوه كديروا غير واحد شويه، ما كانت حتى الراس ديال المعلقه. والسيد كل مره كيلويه الوجع ولا مسكين غير كيتقيا ولا صحتو غدا في النازل. وهي مره كتغبر دوك الغبرات ديالها، فين كنتي؟ مشيت للحمام. فين كنتي؟ مشيت كذا. واحد النهار جا فيها وحصلها كتهضر معاه مع صاحبها وكتقول لي هاد العقروش ما بغا كاع يودع يا لطيف، بغيت غير وقتاش نعيش معاك اخويا الحياه السعيده. جا وقف عليها قال لها مالك كتهضري، مالك وليتي موسوس كتسمعي اللي بغيتي. زاد الحقد ديالها وبغات تفك منه بسرعه، حيت الا مات غيخلي ليها الدار والمنضه. هادشي اللي كانت مفكره مع راسها باش ترجع هي وصاحبها وتعيش في الدار وتبقى ليها المنضه وتاخد ما يعيق بها. المهم السيد طال بيه الحال، ولا مره تيغيب من الخدمه وتيجلس في الدار وتيتقيا شويه، ولا شاد الركنه وشاد عظامو، ولا تيتعجب تيقول مالي وليت هكذا، مسكين ضعاف ونقص وخرجوا ليه العروق في يديه، وصل حتى اللحم ديالو ولا تيطيح. واحد النهار جات عنده اختو تشوفو وجاي يطلع عليه، المهم جات معاه ديك البركه وجات باش طيب له الغدا وتضحك معاه وتجلس معاه هي وليداتها. جات ولات كتشوفو ناقص، كتشوف السيد غير غادي وتيطيح، تبدل عليها، ما بقاش داك خوها اللي كان الوقفه قدو قداشو الكتاف، ولا مسكين غير في الركنه وباغي يستنط غير عظامو، حيت هو اللي حس بحالو. يلا حطات داك الغدا ودار الضغمه الاولى في فمو، هو يجي كله تكب تيتقيا. مشات للكوزينه تتصاوب له شي حاجه، شي زعتر وشي اتاي. عيط لها قال لها اختي اجي حدايا، راه ما عندي ما نخبي عليك. شوفي هاد السيده راه مره كنسمعها كتهضر مع شي واحد وتتقول لي هاد العقروش ما بغا كاع يودع باش نعيشوا انا وياك الحياه السعيده. قالت لي اختو ويلي الله يهديك اخويا، وليتي كتوهم. قال سمعي اختي، انا راه ما كنتش بحال هكا، وليت جالس غير في الركنه وشوف بعيني، صحتي غادا غير لور وتا ملي كتجيب لي السيده الماكله راه ما كتشاركش معايا الطعام، ديما كتعطيني غير بوحدي. ودابا وصيك اختي الا وقعت لي شي حاجه عرفي راه هي سبابي، راه ما تتجلس معايا، ما كتنعس بيتي، ما كتشارك معايا ماكله، ما كدير معايا حتى شي حاجه. مقابله ولدها مقابله دارها وانا عاطياني غير نخال، ونهار كله هي في التليفون وتتخرج وتتغبر غبرات بوانين، وملي كترجع ناشطه وفرحانه، وملي نهضر معاها انايا تنخلني. انا اختي راه ما مرتاحش لهذا الشيء وتا صحتي ما بقاتش هي ديك. واش نقول لك اخويا، انا خويا راه ملي جيت دخلت مع الباب قلت مع راسي ما خويا ولا هكا، فين داك خويا الزين، فين داك خويا عرض الكتاف والطوله. ولكن اخويا ما ديرش بالك، دابا ربي يفرج عليك وتبرا وتولي لاباس ويبقى هادشي غير ذكرى، ما دير فراسك حتى حاجه. زاد الحال وطوال الوقت، السيد ولا كيتقيا غير الخضوره لدرجه انه ولا كيفيق كيلقي اللحم ديالو كله مطبع، الشعر ديال راسو كله منسل، بداو الظفار ديالو تيزرقوا. اخر حاجه ما تقيا الدم شد ركنه صافي ما بقاش كينوض. جاو الحباب وجاو الصحاب وكلشي تجمع عليه، دوز تقريبا سيمانه والامانه لا امانته. مات السيد وجات ودوشات وقالت داتو لبسات حق الله وبكات ونوحات مع الناس. وجدوا السيد باش يدفنوه، جات اختو وقفات تقول لهم شوفوا خويا ما غاديش يتدفن دابا، خويا عنده شي حاجه، خويا كان فصيح صحيح، خويا ما مرض ما عرق ما عنده حتى شي حاجه، خويا خاصو يمشي للتشريح. ناض كتوقف اختو كتقول ليها لا واه راه مات غيموت الله، راه اكرام الميت دفنوه غتعذبوا السيد. قالت لهم اختو ضروري نعرف خويا باش مات. نوضت البلباله واتصلت مع الناس وعيطات للحباب والجواد وجاو نوضوا قيامه ومشاو طلبوا التشريح ديال ديك الجثه. ملي مشاو داروا التشريح غيلقاو ان السيد الجسم ديالو عامر بمواد سامه، كانت كتعطي شي مواد مسمومه كياكل منها اليوم غدا وبالنسب خفيفه اثرت على جميع الجسم ديالو حتى شد ركنه وبدا كيموت شويه بشويه عرق بعرق. جاو الناس، جاو البوليس داروا التحريات ديالهم وداروا البحث ولقاو فعلا ديك الماده السامه اللي لقاو في الجسم ديال السيد لقاوها عندها منه في واحد القريعه نساتها وبقات حاطاها في البلاكار. رجعوا دفنوا السيد وجاو وحققوا معاها وجبدوا دوك المواد السامه اللي لقاو في البلاكار
هي كانت دايره خطه باش تقضي على داك السيد وتصيفطو الروضه وتبقى ليها الماندا وتبقى ليها الدار، تبقى هي والخليل ديالها، هي والعاشق ديالها، وتعيش الحياه السعيده وقت لا تروح. ولكن الدليل بقى عندها في البلاكار، وسبحان الله العظيم نساتو. هو قدامها وهي ما رداتليش البال، والسيد فيق الله وعلم اختو قبل ما يموت، واعترفت بانها كانت علاقه مع العاشق ديالها، وان العاشق ديالها هو اللي جاب لها داك السم باش يموت ويجي يتزوج بها ويجي يسكن معاها في الدار. وشوفوا، قرات بلاغتها كلهم بان السيد غيموت وغيخلي لها الدار ويخلي لها الخلصه وتعيش هي والخليل ديالها سعيده، وما قراتش بان العداله ديال الله فوق هذا الشيء كامل. نوصيكم الا كنتو ما باغيش واحد العلاقه زوجيه ديما ما تدخلش فيها. شنو ذنب داك السيد اللي مشى ضحيه؟ راه كل واحد النهار غادي يوقف قدام الانسان اللي ظلمو وغادي يسالو الحق عند الله. ايوا الله ينجينا وينجيكم من هاد الناس اللي وجههم كيضوي وقلبهم تيشوي. شكرا لكم على الاستماع، ما تنساوش الجيم واللايك.